اسباب رحيل جوميز. له التسريبات دي مضره بالفريق وليست من مصلحه نادي الزمالك. فقال له هنشكل لجنه، شكلوا لجنه واتعرف مين هو الجاسوس، وجوميز قال له مين هو الجاسوس اللي بيسرب اخبار نادي الزمالك. لابد من ابعاده عن الفريق. حسين لبيب لم يستطع ابعاد الجاسوس، لم يستطع، وخذل جوميز، خذله ولم يوفر الحمايه لجوميز. ليه؟ لان بعد كشف الجاسوس جوميز تعرض لضغوط رهيبه من الجاسوس. دي واحده. الحاجه الثانيه، احمد سليمان افتعل مشكله مع عبد الواحد السيد، عشان عبد الواحد السيد رفض يبقى العصفوره. من الاخر رفض يبقى العصفوره. عبد الواحد السيد راجل مخلص في عمله، مخلص لنادي الزمالك، ما يحبش اصرار الفريق تطلع بره. فحصلت مشكله بين احمد سليمان وعبد الواحد السيد، استغرقت بعض الوقت. جوميز تمسك ببقاء عبد الواحد السيد. وايه تاني؟ وطلب من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. ده انا لو مكان الراجل كنت طفشت من سنه فاتت، مش بس النهارده.